ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم بقى النهارده بفيديو جديد. برضو انا لسه عند ماما زي ما انتوا عارفين. بقى بكره بقى وبعد بكره ان شاء الله ابقى امشي باذن الله. كنت بجيب بقى اللبس للعيال زي ما انا كنت معرفاكم كده. دي كانت امينه جايبه له جلاش وبتوريهولي تذلنا يعني شويه بيه. انا كنت هعمل بقى القرنبيطه النهارده، بس قلت اعمل معاها شويه بطاطس ايه وكده. وهم واقفين بره كانوا بيجيبوا طلبات وكده ويجوا يوروني الحاجه ويرجعوا. وكنت بالليل انا بقى النهارده خرجت جبت لهم اللبس بتاعهم وكده. وبسكوتات برضو كريم كراميل والحاجات دي. لازم تورينا على الحاجات اللي هي جايباها. كانت هي وفاء بقى جنبي هنا بتكلمني على الحاجات والاسعار وما اعرفش ايه والحاجات اللي طالعين جايبينها وكده. وانا كنت بعمل بقى الغدا هنا، كنا بعد الظهر كده. كان الكلام ده بعد الظهر كده، الساعه تقريبا كانت واحدة حاجه زي كده. خرطت كده بطاطستين كده، جبتهم خرطتهم كده، خرطتهم كده مثلثات، 4 ارباع كده. هسلقها. هسلقها نص سلقه كده واحطها في الفرن. انا حطيت ميه بس فيها شويه ملح وبدات اسلقها. جبت بقى هنا القرنبيطايه كده، نضفتها وخرطتها، تقطعها بقى زهرات كده على قد انت بتحبها، قد ايه، كبيره، متوسطه، صغيره. ولو انت بتحبي تعمليها للعيال بانيه برضو، هتسلقيها وتفرميها في الكبه وتعمليها بقى بيض وبقسماط كده زي البانيه بالظبط اللي هما ما بيرضوش ياكلوها. حطيت بقى هنا شويه ملح وشويه كمون للقرنبيط. الكرنب والقرنبيط تحطوا شويه كمون علشان ما يبقاش فيه ريحه وكده. بصي يا دوبك يتقطع معاكي كده وشيليها عشان انت لسه هتقليه في الزيت. انا بقى خلصت المره الاولانيه وحطيت التانية كده، كنت خلصتهم بقى. دي بقى كنت بعمل خلطه كده للبطاطس، كانت اتسلقت تقريبا نص سلقه كده وطلعتها حطيتها في مصفى. حط كده 3 4 معالق زيت، عليهم شويه ملح، عليهم شويه كمون، وبابريكا. معلقه بابريكا ونص معلقه كركم كده، ونص معلقه كزبره او معلقه كزبره بس. تقلبهم بقى كده مع بعض. هنحط بقى البطاطس فيها، نقلبها فيها وندخلها الفرن. اسلق بس البطاطس نص سلقه كده، واعملي الخلطه دي ودخليها تطلع جميله. تطلع مقرمشه من بره وطريه من جوه جميله. انا بقى كنت بعملها كده لان هي كانت اتسلقت مني سنه. انت لو سلقتيها نص سلقه بس او يا دوبك غيرت غلوتين، قلبيها كلها مع بعضها فيها وحطيها. انا بقى قلت خلاص اعملها اقلبها كده تقلبتين انا فيها عادي مش مشكله، واحطها كده واحده واحده، بدخلها كده في الصينيه وادخلها الفرن. مهما كان انت حاطه مثلا 3 4 معالق زيت، عمرها ما هتبقى زي الزيت مثلا اللي انت بتقلي فيه. تقدري تاكلي منها حتى لو انت عامله رجيم او مقلله في اكلك او مقلله نشويات او الحاجات دي. كده واحده واحده كده وتحطيها. زي ما قلت لك، لو هي بطاطس ما كانتش مسلوقه قوي بس مش زي ما انا كنت عاوزاه. بس تحطها بقى كده وتدخلها الفرن، تولعي من تحت بسيط ومن فوق كده الشوايه، وتدخلها تاخد لونها تقرمش وتبقى طريه من جوه وتبقى ممتاز. انا بقى كنت بعمل الخلطه بتاعه القرنبيط، حطيت خرطت خضره، وحطيت شويه دقيق وشويه نشا، وحطيت كزبره وبابريكا وكمون وشويه بيكنج باودر. تقلبي كده وتحط بقى عليها الميه. كنت نسيت التوم، هرجع احطه. حط ميه كده، اعملي لها خلطه كده. بصي، لو انت بتحط بيض حط بقى يعني بيضتين قبل الميه دي، قبل الخلطه دي. انا بعملها كده بميه لان انا مش بحب ما بحبش طعم التوم قوي قوي يعني. بس كده قلبها كده بالراحه كده لحد ما يبقاش فيها اي دقيق. انا بقى هشوف التوم تاني كنت مطلعاه ونسيته، هرجع له تاني. هنا بقى في طبق ناشف حطيت حبه دقيق، حبه نشا، ونفس البهارات اللي انت كنت حطاها، وحبه بيكنج باودر. دي خلطه جافه كده. بعد ما تحط القرنبيط في الخلطه السايله دي، هتطلعي تحطيه في الخلطه الناشفه دي. بس كده. التومه كنت انا افتكرته بقى ان انا ما حطيتوش، رجعت حطيته وقلبته عليه. انا بقى بص، تحط بقى القرنبيط في الخلطه دي تشيل معاكي. تبقى الخلطه تقيله تشيل معاكي، مش خفيفه قوي. بس كده. وتطلعي من هنا تحط في الخلطه الدقيق الناشف، زي ما بتعملي الفراخ البروست كده، الفراخ المقرمشه. تطلع مقرمشه معاكي وجميله. بيحبوها بقى بالطريقه دي، بدل ما تحطي في الخلطه بس بتاعه البيض وكده وتقلي. دي جربيها، اللون ده من البابريكا. يعني مش متحمره زياده، لا، من البابريكا. دي بابريكا مدخنه بتدي للاكل طعم جميل. لو انت مش بتحبها عادي هتشيلها يطلع لون عادي ذهبي. لان انا حاطه في الخلطه السائله بابريكا، وحاطه في الخلطه التانية الناشفه برضو بابريكا. ده كان صباعين كفته كده كنت حطاهم. ماما كانت بتصبع كفته رز، فكانت بتقول لي جربيها كده وانت بتقلي، شوفها هتفك ولا نظامها ايه ولا كده. لقيتها يعني كويسه. هبقى اوريها لكم برضو بكره بقى ان شاء الله وهي بتعمل. وهي اما تخلص يعني انا هقليها بالليل وكده. انا بنقلي جزء وبنسيب جزء، يعني بقلي شويه اللي هنستعملهم قريب. ولو حابه هنغيب عليهم شويه بتصبعها بس وتحطها في الفريزر كده في اطباق فل كده وتغطيها وتحطها في الفريزر. كنت بعمل هنا شويه ملوخيه باقي شوربه بتاعه اللحمه، حطيت هنا هي ملوخيه ناشفه. وانا كنت بعمل الطشه بتاعتها بس كده. عملت قرنبيط، عملت كده بقى بطاطس كنت دي، عملت حطيت عملت بقى الاكل، عملت ملوخيه ناشفه اللهم بس صل هي على لونها النبي. خضرا، معلش البت كانت هل عملت وسخنت المحشي التليفون فين امبارح وانا ما وعملت خدتش بالي. معلش. وعملت البطاطس دي شوف طلعت عامله ازاي. وده قرنبيط مقرمش وجميل. شوف البطاطس بتبقى لونها عامل ازاي. وقطعت سلطه
بألف هنا وشوفي يا رب على قلبكم. اعملوا بقى البطاطس بالطريقه دي، ولا هتشرب زيت ولا اي حاجه، وتطلع معاكي جميله. جربي بالطريقه دي كده، بلاش تقليها كده مره، وجربي كده في بطاطستين، شوف هتطلع معاكي عامله ازاي. انت ممكن تعمليها كده من الاول في الفرن، بس انا بسلقها نص سلقه عشان ما تاخدش وقت. بس كده. انا الماسكه بتروق الركنه ده كان قبل ما اعمل الاكل، كان قبل ما ادخل الاكل، كان بعد الظهر على طول الكلام ده. كانت بتعدل كده الركنه، واحنا ده في بيت والدتي. قالت لي طب انا هعدلها برضو يا ماما، قلت لها ادخلي عدليها. ما كانش حد هنا، كانت خالتها لسه بقى بتجيب الطلبات من بره، هما جم بقى ساعه ما كنت انا بصور الاكل كده، ساعه ما كانت بتوريني الحاجه. ما كانش حد بقى غير هي هنا والعيال، فقلت لها بقى يلا خلاص قومي عدليها بقى. كانت بتشيل كده واحده واحده وتنفض الحاجه المكان الركنه. بتبقى خالتها عامله، بتبقى خالتها هنا يعني بتيجي كتير، بيتها يعني قريب، فبتيجي كتير بتبقى منضفه وعامله كل الحاجات دي. بس عشان العيال بقى، حد رمى ورقه، حد حاجه نزلت تراب، معرفش ايه، عشان برضو العيال الصغيره وكده. كل حاجه بتبقى متشاله. خالتها لسه شاده الركنه دي كلها امبارح، وعامله كلها تحتها وكل حاجه، ما فيهاش حاجه، بس احنا بس بنشيل عشان العيال وكده، مش اكتر. قلت لها ماشي يلا مش مشكله اعملي. كان العيال برضو قاعدين يضايقوها، وهندخل معاكي في التصوير، مش هندخل معاكي في التصوير وكده. حتى هو في فرش برضو بتفرش كده فوق الركنه، بس احنا ما بنفرشوش والعيال كلها موجوده، ما بيبهدلوا الدنيا او كده. بيقعد كل شويه ينزل، ونقعد نعدل فيه ونحطه، بنسيبها بس كده. في فرش كده بتفرش فوقها. وال... والسجاجيد كانت شايلها برضو، كانت مكسوره، وفرشه بقى الحاجات دي عشان ما تنشف يعني، وتنزل بقى الحاجات تفرش بقى عشان الشتا. فرشين بس الحافظات كده مؤقتا يعني، لحد ما تنزل بقى الحاجه بتاعه الشتا تفرش. في فرش تاني برضو للركن للشتا وكده، كل حاجه لها فرش. خصوصا عند ماما عندها كذا غيار وكذا حاجه. انا كانت بتعمل بقى المناطيل بتاعه العيال الصغيره بتاعه مكه وبتاعه ساجده بنت اختي، زي ما انا معرفاكم بقالهم يومين يعني، قاعدين مع بعض عاملين مع بعض مشاكل، احلى مشاكل هنا. بس يلا مش مشكله. هي بتشيل برضو، هي كان بقيتها بس بقى الحته دي بس كده. هتشيلها برضو وتكملها. النهارده رحت جبت لهم اللبس زي ما كنت بقول لكم برضو. الاسعار ما شاء الله، سوتات وترنجات وحاجات ما شاء الله. تلف 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 وترجعي برضو، ما انتش عارفه تجيبي حاجه قليله، او مش عارفه تجيبي حاجه كده، بترجعي برضو اللي انت كنت عايزاه من الاول. معلش، هي العيال اللي عماله تخيلها هنا في الكاميرا، معلش. المهم جبت لهم برضو، جبت الريتال حاجه واحده برضو، وجبت الرماس كمان حاجه. هكمل الريتال لسه بكره، انا كنت جايبه المكه خلاص، ومش مش هجيب لها حاجه تانية يعني بقى السنه ان شاء الله، عشان هي بتكبر وكل حاجه بقى بتصغر، مش بتنفع عليها تاني. يعني ساعات لو جبت الحاجه على قدها بس اخر الشتاء ممكن تبقى بناطيل قصيره عليها، ما اعرفش ايه كده، وبعدين لما بيلبسوا بضغط تحت اللبس بقى بتضايق وانت بتلبسيهم وكده. فما جبتش بقى. انا كنت جايبه لها زي ما قلت لكم اتنين ترنجين، وخالتها كانت جايبه لها واحد غير اللي كان باقي عندهم. فمش هجيب بقى المكه تاني، مش هجيب لها تاني بقى، لان كل العيال الصغيره قوي دي بتكبر كل مدى، ما بيبقاش ما بتعرفش تلبسهم الحاجه تاني. انما هم كبار كده مش مشكله، ممكن يقعدوا سنتين عادي يلبسوا في الحاجه، والتالتة عادي ممكن يلبسوا. انا كانت خلصت بقى الركن كده، خلصتها اللي على الترابيزه ده علاج ما بنشيلوش يعني عشان ما ننساهوش. دي البطاطا بقى اللي كنت عاملاها، بس للاسف ما لحقتش اصورها لكم، او هي جاهزه اكلوها. ما كانوش في دماغكم ان انا هصورها لكم، لقيتهم جايبينها واكلينها، افتكرت هم بياكلوا، قلت لهم انا ما صورتش البطاطا دي. قالوا خلاص صورت الطريقه، بس انا كنت جبتها قشرتها وخرطتها كده بالقطاعه كده. المكعبات دي انت هتسلقيها يعني مكعبات عادي، مش هتفرق بقى تخينه او رفيعه او، بس ما تعملهاش يعني رفيعه او ولا حاجه، عشان احنا عايزينها مهريه بس مش للدرجه يعني. احنا كده كده هنفرمها في الكب. اغسلها بقى كويس كده، وحط عليها ميه، كوبايه ميه كده، وحط عليها معلقتين سكر. احنا هنحط معلقتين سكر برضو واحنا بنضربها في الكب. بس كده قد معلقتين كبار سكر، وسيبها بقى تتسلق. انت لو جربتي الطريقه دي مش هتعمليها غير بكده. والله كلوها بقول لك، انا ما لحقتش حتى ما لحقتش تجمد او في التلاجة. بص كده سلقناها بقى كده. حط بقى في الكبه، انا هحطها على مرتين لان هي كتيره، دي حوالي كيلو ونص، البطاطا دي حوالي كيلو ونص، او اتنين الا ربع، اتنين حاجه كده يعني. لو انت بقى هتعملي مثلا قد كيلو، نصصي بقى المقادير دي. يعني الكيلو البطاطا حط عليه كوبايه ميه، واسلقيها على النار بمعلقه سكر. حطيت هنا في الخلاط معلقه نشا ومعلقه قشطه، برضو القشطه كانت موجوده فحطيت، لو مش عندك اختياري. وعلى الكيلو ده هتحط كيس كريم كراميل، كيس واحد من اللي هو البودره بتاعه الكريم كراميل. يبقى كيلو البطاطا هتسلقيه، هتحط معلقه نشا في الكبه، معلقه كريم شانتيه او معلقه قشطه اللي متوفر عندك، لو مش متوفر عادي. وحطيت هنا نص كيلو لبن، بحط عليه اتنين كده من سلق البطاطا، عبوة كريم كراميل واحدة، وتضربها كده معاه. وتجيبي بقى مصفى، حلة كده انت هتحطها على النار وتصفيها، ما بننزلش منها حاجة بس عشان تبقى قوام كريمي. نزلتها بقى، دي كانت التانية برضو، نص كيلو لبن على كيلو البطاطا الباقي، على كيس كريم كراميل، على معلقة قشطة، على معلقة نشا، ومعلقتين سكر. انت برضو السكر اختياري. حطيتها بقى على النار كده، وتقلبها بالمضرب كده، بصي بتبقى كريمية، كريمي.
جميلة لحد ما تبدأ تبقبق كده زي المهلبية او حاجة. تجيبي بقى الاكياس بتاعة الكراميل اللي تبقى موجودة معاك في العبوة. حط بقى في اي حاجة عندك، فناجين، اطباق، قوالب، اي حاجة اللي موجودة عندك. والله انا لقيته قدامي مرضتش ادور، الحاجات اللي لقيتها قدامي. حط كده الكراميل تحت، وحط بقى بالكبشة كده، بالمغرفة كده. حط بقى في كل واحد او اتنين على حسب الطبق. وبس تدخلها بقى التلاجة قد ساعتين تلاتة كده، وتقلبيها بقى. ما تيجي تاكليها بقى تقلبيها، تلاقي الكراميل على الوش زي الكريم كراميل كده. طعمها ممتاز وبتتقطع. والله انا اسفة ان انا ما صورتها لكوش، والله ما لحقت. العيال كانوا طلعوها كلوها، بس انت تجربيها بقى هتعجبك. هتدخلها التلاجة بس ساعتين تلاتة، ولما تطلع اقلبيها كده بالراحة كده، هتتقلب معاكي، هتبقى ممتازة. هياكلوها بالطريقه دي، هيحبوها بالطريقه دي. بس ما لقيتش بقى، كملت بقى الباقي هنا في القالب هنا، وجبت طبقين بقى كمان كملت فيهم. ده بقى لما كنت بقول لكم، لما صحيت امبارح ولقيتهم بيعجنوا كده، بس انا ما لحقتش اجيب لكم الحاجه. كانوا بيعجنوا رقاق، مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا. هتشوفوا دلوقتي واحنا بنخبزه. في ناس انت ممكن تخبزيه بالنشابه كده، تدوريه يبقى مدور. وفي بقى احنا بنعمله بالمكنه بتاعه الخبيز دي، عشان ما يتعبش ايدينا يعني. هو ده الرقاق ده عباره عن دقيق وكيس تقريبا كيسين خميره، او كيس خميره، حاجه زي كده، كيسين خميره تقريبا، وكيس بيكنج باودر. وبيحطوا برضه شويه ملح وشويه سكر. وبعد ما يعجنوا بقى ويلم، بيحطوا بقى سمنه كده في الاخر. السمنه كده في الاخر. بس اهم حاجه تعجني كويس، تعجني عجن كويس يعني لحد ما العجينه تبقى ناعمه. شوفي لسه العجينه فيها تشققات، ما ينفعش يبقى كده. لازم تنها بقى تعجن كده. دي كانت امينه اللي بتعجن. لازم تعجني كده يمين وشمال كده لحد ما تبقى الناعمه خالص معاكي وجميله معاكي. امينه وآية. طبعا انا ما بقدرش، هم عارفين والله ما بقدرش، انتوا عارفين معايا حتى الكيلو. لما باجي اعمل بيتزا او باجي اعمل اي معجنات، ما بقدرش اتك على الكيلو ده، يعني ايه بتوجعني. بعد ما بيتعجن بقى وبتسيبيه شويه، وبتقرصيه بقى التقرصه الصغيره دي كده، عشان احنا بنعمله بالمكنه. لو انت بتعملي بالنشابه وبتفرديه مدور كده، هتكبري العجينه دي شويه، هتكبرها شويه. انما احنا بنعمله بالمكنه، فبتبقى التقرصه الصغيره دي كده. بقى عم تعملي دي طاولة كده خشب كده عاملينها للعجين. تحط في صواني بقى اللي يعجبك كده، في صواني كده، وتغطيه بمشمع كده، وتغطيه فوقها بحاجة برضو قطن وكده. بس هوريكي دلوقتي واحنا بنخبزه برضو. ده بقى ساعة الخبز. بص بقى، ده بقى فوق السطح بقى. بص ماما بتوريهولك، بيطلع بقى كده طرية بقى وجميلة. ألف هنا وشفا يا رب. اتفضلوا بقى معانا سخن بقى وجميل. كانت امينه بقى قاعده طول الخبيز ده جايبه طبق الجبنه الرومي وطبق اللانشون، تحط كده في العجين الجبنه الرومي ولانشون، وتقفلها وتديها لماما تدخلها لها الفرن، تطلع بقى سايحه وجميله. دي بقى بتحط في المكنه كده، بتاخدها صغيره وتحطها في المكنه كده، تطلع كده. كده كانت بتحطها وقعت منها. بس شوف امانه بتديها لها بالحجم ده كده، وهي تحطها في المكنه وتحطها على مطرحها وتدخل الفرن. بس كده بيطلع بقى طري. وانت بقولك زي عايزه يبقى متدور بقى، مش عارفه انتوا بتعملوه في بلدكم بقى ازاي، او بتعملوا نوع عيش ايه. ده يبقى طري كده ورقيق كده جميل. احنا في بلدنا في المنوفية مثلا مش بنعمل ده. بيعملوا قرص وبيعملوا عيش تاني كده اسمه عيش قمح. كل بلد بقى تقريبا لها العيش بتاعها. احنا عندنا هنا بنعمل ده، وخفيف على السنان كده وحلو. حبيت اوريكم جزء منه يعني، عشان لو انتم مش عارفين او عايزين تعملوه بقى جميل وطري وخفيف. يعني مناسب لكل الطري. تعملي عليه سندوتشات. انا بعمل منه السندوتشات السوري على فكرة، من الطري ده. انا بعمل منه سندوتشات السوري، بعملها بوريها لكم برضو. في مره كنت عاملاها، يا ريتني نزلت لكم السندوتشات اللي كنت عاملاها، بس انا كنت مصورها بس وهي معموله، ما كنتش مصوره الطريقه ولا حاجه. هبقى اوريكم وانا بعملها، يعني ممكن اعملها اليومين الجايين دول، هوريكم وانا بعملها فيه. ما العجينه دي تقدري تعمليها وتسويها على طاسه كده على البوتاجاز. لو انت عايز تعملي العيش السوري وتعملي سندوتشات الشاورما السوري، تعمليها. لو عندك صينيه تيفال كبيره، طاسه كبيره بتاعه العيش دي، هتعملها كده، تفردها بالنشابة. مش لازم بقى مكنة، تفردها بالنشابة مدورة، وتحطها في الصينية دي وتحطها على النار. مع السلامة.